الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي ويا متابعين قناة بنوتة منيوية، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض العيش الظلي. طبعا احنا هنعمل هنا المقدار اللي عندنا 2 كيلو دقيق، عندنا معلقتين كبار زيت، عندنا معلقتين كبار خميرة وذرة ملح وماء للعجن. طبعا الماء على حسب نوعية الدقيق. هنبدأ ان احنا نمزج كل الخليط ده مع بعض ونعجن العجينة ونرجع نوريها لكم بقى شكلها ازاي. شوفوا كده يا بنات، بعد ما خلصنا عجنها، معذرة لاي صوت يا بنات ظهر في الفيديو ده، بعد ما خلصنا عجن العجينة هنستنى وننتظر لغاية ما تخمر وتملى طبق، وبعدين نبدأ نقطعها ونوريها. شوفوا يا بنات، هنا بعد ما العجينة كده اختمرت وملت الطبق اللي عجناها فيه، هنبدأ ان احنا نقطعها ونحطها على حاجة زي كده اسمها اسمها المقرصة اللي نقطع عليها العيش. طبعا بعد ما بنحط لها الردة، وده بيسمى التتفيل، بحيث ان طبعا يكون فيها عازل وما تلزقش في المقرصة. طبعا المقرصة دي بتتعمل من الطين والتبن الناعم اللي هو القش بتاع القمح الناعم. اما الخشن ده فده بتاكله المواشي. طبعا هنبدأ مع بعض نقطع ونوريكم. لازم تحطي ايدك كده في ميه عشان تبليها، وبعدين تبدأي كده كده يا بنات. تبدأي ان انت كده تدوري تدوير الرغيف كده عشان تروحي ايه حاطه كده، بيبقى ده شكله. تاني نلف كده علشان يتدور، وبعدين تحطيه كده. شايفين ده شكله. طبعا هنخلص كل المقدار اللي عندنا ونرجع له. شوفوا كده يا بنات، بعد ما خلصنا تقطيع العيش كله زي ما انتم شايفين كده، وده مقدار 2 كيلو بالظبط. طبعا هنستنى لما يختمر. عفوا للصوت يا بنات، صوت موتوسيكل بره، معلش. الحمد لله الموتوسيكل ماشي. ماشي. شوفوا يا بنات، احنا هنا بعد ما خلصنا ده بعد كده متقطع. طبعا احنا هننتظر لغاية ما يبدأ ان هو يختمر تاني ويرتفع ووزنه يزيد، وبعدين ان شاء الله نبدأ ان احنا نوريكم. طبعا احنا بنوزن الدقيق يا بنات، لان احنا بنطحن عندنا في البيت، بنطحن كمية قمح كتير، فبنوزن الدقيق. علشان كده بنقول لكم مثلا ده مقدار كذا، كام كيلو كام كيلو كده. شوفوا كده يا بنات، كده بتحطيه. الله اكبر الله اكبر. بصوا بنحطه كده على المطرحه اللي احنا هنفرد عليها، ونبدا ان احنا ايه تخبزيه. شوفوا يا بنات كده نبدأ. معلش احنا فصلنا علشان الأذان. كده يبدأ يوسع معايا، وبعدين نرميه في الفرن أو نحطه في الفرن ويعلى ويستوي ونطلعه ونوريهولكم. اهو كده يا بنات هنحطه في الفرن كده. بترميه على الفرن اهو زي ما انتم شايفين. هنستنى طبعا لما يبدأ يستوي كده ويرتفع وهوريهولكم. اهو يا بنات شايفين ابتدى يقب كده ويتنفخ ازاي. طبعا هيتحمر وهوريهولكم، بس انا حبيت ان انا اوريكم شكله هو كده منفوخ كده وشكله حلو. معلش لاني انا بصور انا وماما فالمساحه ضيقه شويه. هوريهولكم بعدين. شوفوا كده يا بنات، ده بعد ما خلصنا كل كميه العيش اللي عندنا. شايفين مفقش كده ومنفوخ كده وحلو، شكله حلو زي ما انتم شايفين كده العيش قدامكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تزوروا صفحتنا على الفيسبوك باسم بنوتة منيوية. اتمنى تعملوا اعجاب ولايك وشير وكومنت للفيديوهات، واتمنى لكم ان شاء الله اوقات سعيده. انا حابه ان انا اشكر يا بنات كل الناس. شايفين العيش طبعا اهو يا بنات زي ما انتم شايفين كده.
اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. حابه اني اشكر كل الناس اللي طبقت الوصفات بتاعتنا وبعتت لنا، ده دليل ان احنا الحمد لله ناجحين. وان شاء الله منتظره منكم ان انتوا ترسلوا لنا اكبر قدر من التطبيقات للاكلات والوصفات اللي احنا بنقدمها. اتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.